لمصلحة فريق نادي أمانة بغداد البحث عن التعديل. جاسم محمد أمام منطقة الجزاء لكن بسرعة ممكن الآن قوة الجوية داخل منطقة الجزاء. مر علي جاسم وطالت على علي جاسم. أكلة مرمى لمصلحة أمانة بغداد. رعد فنر كان قريب من علي جاسم. الصقور في محاولة تحليق بنقاط المباراة. صفاء عملية الإبعاد لا زالت المحاولة مستمرة لكن تصبح مرتدة الآن. كرار علي بري. اسماعيل سليماني عملية المرور ممكن الآن. رضا يواجه الحارس اللي يلعب دور المدافع محمد حميد من أمام رضا فاضل. عنده فرصة كان مرور لمصطفى سعدون داخل منطقة الجزاء. مصطفى لكن بعيد منطقة الجزاء. رايح على علي جاسم أو لمسة يد ترتيب يعني زوراء بالمركز التاسع. مركز لا باسم وتاريخ الزعيم المركز التاسع. لكن اوديشو أمانة بغداد في أي لحظة ممكن يعود. اسماعيل داخل منطقة الجزاء. أمانة بغداد يهاجم بأربعة لاعبين على مرمى القوة الجوية. علي خليل والتعادل لفريق نادي أمانة بغداد. رضا فاضل يسجل التعادل. هذا ما تحدثنا عنه في أي لحظة. رضا فاضل يسجل هدف التعادل لأمانة بغداد في مرمى جميلة من علي خليل هيئها داخل منطقة الست ياردات ودون دون رقابة من دفاعات نادي القوة الجوية. رضا فاضل يسكن الشباك مرمى القوة الجوية ليعدل النتيجة لأمانة بغداد. صعبة على محمد حميد. هدف تعادل لأمانة. هدف آخر مصطفى وليد داخل منطقة الجزاء. خطيرة القوة الجوية. على جاسم مرت. لاحظ الإعادة الكرة اللي طالت على علي خليل. أعتقد حاول التسديد على المرمى. علي جاسم تصل سهلة لحارس مع القوة الجوية خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة لحارس مرمى أمانة بغداد. الآن لصالح القوة الجوية حسين جبار داخل منطقة الجزاء ودفاعات أمانة بغداد. علي عباس مهند يحاول الضغط لحارس المرمى لفريق نادي أمانة بغداد. يحاول التمرير محمد إبراهيم. عيدة للخلف. اسماعيل سليماني. البوركيني يحاول التسديد. الله البوركيني ومحمد حميد ورضا ممكن ثاني. البوركيني من جديد مرت. نجوم العراق. لاحظ اسماعيل سليماني يسدد من هذه المسافة وحارس المرمى محمد حميد في المرة. وضاعت فرصة لأمانة بغداد تسجيل هدف ثاني في مرمى القوة الجوية. ضاعت على أمانة بغداد تسجيل هدف ثاني في مرمى القوة الجوية. أمانة بغداد يخطر مرمى القوة الجوية أمام ثغرات في خط. جاسم يحاول يمر. اسماعيل سليماني. علي جاسم يسدد. الله قوية من علي جاسم. والعارضة ترتب قوية من علي جاسم وأخرى من علي جاسم لكن الحارس هذه المرة عبد السليم. قوية جدا كانت من علي جاسم لكن العارضة تسجيل هدف ثاني للقوة الجوية لكن قوية حلوة من علي جاسم من داخل منطقة الجزاء. كرة لا تصد. صعبة كانت على عبد السليم لو كانت في المرمى. خلاص يا عبد السليم. على علي خليل. لاحظ الإعادة اصطدت ببابلو إلياس نتيجة الاعتراض. لاحظ هنا الإعادة لمحاولة القوة الجوية داخل منطقة جزاء أمانة بغداد ولا زال حكم المباراة والحديث.